طبعا كل اللي هيشوف المنظر ده دلوقتي هيفتكر ان هي حاجة صعبة وبتاخد وقت وكمان مكلفة. احب اقول لكم ان الكيكة دي من احلى واسهل الكيكات وبدون اي مكونات خزعبلية. عايزة اقولك ان انت هتحضريها في دقايق، لو جايلك ضيوف هتعمليها وان شاء الله هتشرفك قدام ضيوفك. احب اقولك ان الكيكة دي مسقية بقى بالحليب وما شاء الله على طراوتها وطعمها، حاجة كده فوق الوصف. ان شاء الله ان شاء الله هتجربيها وهستنى اشوف رايك في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. بس يا ريت ما نسيش تحط لايك للفيديو ولو اول مره بتشوفينا. انا اسمي سعاد. يلا بينا نسمي الله بسم الله. اول حاجه كده في الخلاط هنحط كوبايه من السكر، عليهم كوبايه من الحليب وكوبايه من الزيت. هنحط بقى كيس او باكو كده من الكريم كراميل. مش هناخد الكراميل خالص، انا عايزه البودر بتاعه بس. وابتدي ان انا اضربهم كويس جدا جدا لغايه ما اتاكد ان السكر كده داب تماما. يعني ممكن تدخلي ايدك كده في الخلاط بصباعك وتشوفي ملمس الخليط، لو ناعم تماما يبقى تمام كده. لو لسه فيه خشونه كده من السكر يبقى هنضربه تاني لغايه ما السكر يدوب تماما. دلوقتي بقى في كوبايه هاخد كده هملاها شويه من الصوص اللي احنا عملناه ده. وبعدين في باقي الخليط هنعمل ايه؟ هنحط بيضتين بدرجه حراره المطبخ، وطبعا مادام في بيض يبقى اكيد في فانيليا. هنحط ظرفين كده من الفانيليا وعليهم نص كوبايه من الحليب. هضربهم بقى كويس لغايه ما يبقوا بالقوام ده كده. وبعدين في بوله هحط كوبايتين من الدقيق، ولازم طبعا اخلهم كويس جدا عشان الكيكه بتاعتي تطلع هشه وحلوه. وعليهم ظرف من البيكنج باودر. وكمان ذره من الملح طبعا بتاعت كل الكيكات والمعجنات، ما ننساش كده ذره من الملح يا جماعه. وهقلب المكونات بتاعتي كده مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بالخليط السائل اللي احنا عملناه. وهقلب بالراحه وفي اتجاه واحد. الكيكه مش هينفع نقلب في اتجاهين يمين وشمال، لازم في اتجاه واحد عشان ما نخرجش منها الهواء وبالتالي هتهبط في الفرن. طبعا لو لقيتيها تقيله معاكي او قوام العجينه تقيل شويه هتزودي ربع كوبايه من الحليب. تمام كده. مش هتاخدي اكتر من كده، ممكن على الربع تزودي معلقه او معلقتين بكتير جدا، مش هتاخد اكتر من كده خالص. ده في حالة يعني انك لقيتيها تقيلة شوية. انا طبعا احتجت وزودت ربع كوباية وخدت عليهم كمان معلقة تقريبا من الحليب. دلوقتي صينية مقاس 30 مدهونة كده دهنة من السمنة. وبدرتها كده بالدقيق عشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش، لان انا عايزة اقلبها. لو مش هتقلبيها تقدري تستغني عن خطوة السمنة والدقيق دي وتدهنيها دهنة بسيطة من الزيت وخلاص. ده لا، حطيت فيها ال- العجينه بتاعه الكيكه وكده بالستيكس بتاع السنان. خرجت منها الهواء. الفرن بتاعي شغال مسبق التسخين على درجه حراره 180 في الرف الوسط. بنحطها لغايه ما تاخد اللون الحلو ده. بتقعد حوالي من 25 30 دقيقه بالظبط، مش اكتر من كده. لو لقيتيها ما خدتش اللون الحلو تقدري تفتحي عليها الشوايه ثواني هتاخد اللون الحلو ده. عندي نص كوبايه من الحليب، معاكي من نص الكوبايه الا ربع من الحليب درجه حراره المطبخ عادي. حطيت عليه حوالي ربع معلقه صغيره كده من السكر. وتقدري انك تستغني عنها، يعني ممكن تحطي الحليب بدون سكر او اي حاجه. طبعا انا بالستيكس كده عملت فيها فتحات صغيره خالص عشان الحليب يدخل جوه الكيكه وتتسقي كويس قوي. انا عايزاها تطرى حلوه قوي. وبالراحه كده هسقيها لان انا طبعا قلبتها، فالموضوع هيبقى ايه يعني، هاخد بالي شويه عشان الحليب كله ما يدليش او ما ينزلش تحت. لكن لو سيبها في الصينيه بتاعتها هتسقيها باريحيه خالص، مش هيحصل اي حاجه. دلوقتي بقى الصوص اللي انا شيلته في الكوبايه ده انا كنت حاطاه في التلاجة، دلوقتي بقى طلعته. هوزعه كده على وش الكيكه كويس. عايزه اقول لكم ان الصوص ده طعمه تحفه جدا، هيدي اضافه للكيكه حلوه قوي. هوزعه كويس قوي كده على وش الكيكه. وبعدين هناخد بقى الكيس بتاع الكراميل اللي جاي مع البودر ده، هستخدمه بقى. هعمل خطوط كده بالعرض، متلاقيش اي حاجه هتنزل مني كده في النص، هتتدارى بعد كده متلاقيش خالص. وطبعا تقدري تزينيها بالشكل اللي تحبيه. يعني لو مش حابه تحطي صوص الكراميل ده تقدري تحطي صوص شوكولاته، وتقدري تحطي كده قطع من الفاكهه. التزيين ده براحتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. انا بس استسهلت فقلت صوص الكراميل ده هيبقى اسرع وانجز معايا بصراحه، وطعمه كان حلو جدا.
فهعمل بقى الخطوط دي كده بالعرض، وبعدين بقى بالستيكس بتاع الشيش طاووق او باي سكينه كده رفيعه عندك تعملي بقى خطوط رايح جاي كده، هتديكي الشكل الحلو قوي ده. عايزه اقول لكم والله ان هي طعمها تحفه جدا جدا وسهله وسريعه. الكيكه وهي مسقيه بالحليب كمان طريه جدا جدا وبتدوب كده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.